السلام عليكم. معكم الكوتش محمد والي في الفيديو العاشر من سلسلة احترف الدفاع الصقلي، جزء الشيفنينج تفريع الكارث أتاك. ودلوقتي احنا يعتبر بننهي تماما جزء الكارث أتاك بالرد بالأسود على الكارث أتاك. شفنا الأفكار بالأبيض وإزاي الأبيض بيقدر إن هو يوصل للأفكار بتاعته، وبيبقى الدور بتاعه كويس جدا في الدور الشارب ده اللي بيكون فيه الأبيض مرتاح جدا في الدور. عايزين نبدأ إن إحنا نتعامل بشكل كويس مع التفريع ده، لأن التفريع ده يعتبر من التفريعات الصعبة جدا على الشيفن انجن، ومش من السهل إنك أنت تعرف تتعامل باحترافية مع اللاين ده. هغطي اللاين ده بشكل أكبر من خلال ماتشات إن شاء الله هنزلها على الفيسبوك. يا ريت تتابعني على الجروب بتاع الفيسبوك، هسيبه تحت في الوصف. ويا ريت لو انت مش متابع القناة يا ريت تعمل اشتراك، لان انا شايف ان في ناس كتير قوي مش مشتركة وبتتابع الكورس، فيا ريت لو مفيش مانع يعني انك انت تعمل اشتراك للقناة. دلوقتي جزئية الكيرس اتاك اتكلمنا عن اكتر من نقلة بالنسبة للاسود، وبنحاول ان احنا نكون دقيقين شوية في اختيار النقلات. واتكلمنا ان حاليا في نقلتين يعتبروا قويين او نقلتين يعتبروا كويسين بالنسبه للاسود. اول نقله انه يلعب اي 5، يبدا ان هو يهاجم وسط الرقعه، او اتش 6 بحيث ان هو يحد شويه من زقه الجي 5 او يعطل نقله الجي 5. فحاليا آه، اشهر نقلتين بالنسبه للابيض في البوزيشن ده هو بيشوب اي 3 او اتش 4. عايزه ان انا اوصل لجي 5. كده كده جي 5 لو زقيت هاكل، ما عنديش مشكله، مش هتقدر تاكل بالبيدق لان الرخ معلقه الرخ. تعال نشوف الجزء ده مع بعض في الاول كده. على فكره الفيديو ده هيكون طويل شويه لانه يعتبر اخر فيديو، فيعتبر ان احنا بننهي فكره الرد على الكيرس اتاك تماما. فلو بالنسبه لك الموضوع لو طويل معاك تقدر انك انت تقسم الفيديو على مرتين، يعني تشوفه على مرتين، مش لازم انك انت تشوف الفيديو مرة واحدة كله. والمهم بشكل اكبر ان انت لازم تحاول انك انت تشوف ماتشات لو تقدر، او انك انت تحاول تلعب اللاين ده قصاد الكمبيوتر، او تخلي الكمبيوتر هو الاسود وتحاول ان انت تلعبه بالابيض، بحيث انك انت تفهم طرق الدفاع من خلال الاسود، وازاي بيبدأ ان هو يعمل هجوم مضاد عليك ويستغل المربعات اللي بتكون ضعيفة اللي انت بتبدأ انك انت تسيبها. تعالى مع بعض نشوف هنا الاسود ممكن يتعامل ازاي مع اتش 4 او بيشوب اي 3، وكمان هنشوف نقلة الاي 5 برضو بشكل اكبر، بحيث ان يبقى احنا غطينا معظم الافكار من خلال الاسود. هنا من بعد الجي 4 هنبدأ نشوف مع بعض اول حاجة الاتش 6. وهنا بيبقى فيه فكرتين من جانب الابيض في البوزيشن ده. اول فكره انه يلعب بيشوب اي 3 واتش 3 ويحاول يلعب كوين دي 2 وتبييت طويل، الفكره دي. وبعض الاحيان في ناس بتطلع بيشوب جي 2 ويبيته قصير، ده لو هم مش مذاكرين اللاين قوي يعني. طيب مبدئيا بعد نقله الاتش 6 اللي الاسود بيبدا ان هو يلعبها بعد اتش 4، جي 5 انت كده كده مش قلقان منها لو انت بتلعب بالاسود، لان بعد ما تاكل الرخم ايه متعلقه. فهنا بعد اتش 4 في هنا فكرتين ممكن انك انت تبص عليهم. اول فكره واهم فكره هي نايت سي 6 تضغط على السنتر، واول لما يلعب روك جي 1 عشان يبدا ان هو يلعب جي 5، هنا بتبدا انك انت تهاجم الوسط بدي 5. توقيت النقله هنا بتاع دي 5 مثالي جدا، لان الابيض اتاخر كتير جدا في اللعب، فبالتالي الاسود يستحق ان هو يفتح البوزيشن، لان الملك ده يعتبر الى حد ما في السنتر قبل ما يروح يبيت طويل وقبل ما يوصل لافكار الايه الجي 5. حتى لو طردني بالمنظر ده هاكل، ولما يجي ياكل هقدر ان انا اروح واكل الايه البيدق اللي في الاي 4.
يبقى دي أول فكرة. تاني فكرة ويعتبر فكرة برضه يعني غريبة أو جديدة شوية، هي بيشوب اي 7، بحيث إنك أنت بتحاول تحط ضغط على مربع الاتش 4 لما يجي يلعب روك جي 1 عايز يلعب جي 5 ممكن تمشي نايت اتش 7 مانع زقة جي 5 بالحصان وبالفيل وبالوزير وطالب البيدق اللي على اتش 4. وهنا بيبقى فيه فكرتين. اول فكره انه يلعب نايت اف 3 دافع عن البيدق. ازاي ده انا مهاجمه باتنين؟ ايوه يا فالح، ما انت في هنا ضغط على البيدق، يعني لو رحت اكلت هياكل هتاكل هيقوم واكل منك الايه؟ البيدق اللي في تي 6. فلازم تخلي بالك من حكايه زي كده. فانت هنا لازم تكمل تعبئه نايت سي 6 بيشوب اي 3، وهنا ممكن تلعب حاجه زي اي 6 او جي 5. وطبعا مش بنفضلها قوي دلوقتي، لكن فكره جي 5 دايما موجوده معاك بفكره انك انت بتفضي مربع للنايت اللي في الاي 5 بحيث ان هو ما يتطردش من المربع ده، غير يعني ان القطعه تتبادل معاه. طيب، فجميل جدا. بعد بيشوب اي 7 هنا فكرتي ان انا عايز العب نايت على اتش 7، مالناش دعوه بقى بفكره الدي 5 دلوقتي. وهنا ممكن يلعب برضو جي 5، بدأ في بيدق بدأ في بيدق، وهنا نايت تيك بون اللي في الجي 5 كده انا خدت بيدق. ودلوقتي بيبدأ ان هو يلعب نايت بي 5، طالب فيل في حصان وطالب حصان في بيدق. فهنا اف 6 عشان ما ينفعش امشي بالنايت، البيدق هيقع اللي في الجي 7 والرخ اكتف جامد. فهنا اف 6 حميت الحصان بتاعي. فهنا بيشوب تيك جي 5، فهنا الاسود بياكل، فبيلعب كوين على دي 4 هات بيدق الجي 7. ولو مشيت بالفيل البيدق ده هيقع. فحاليا تبييت قصير، تبييت طويل نايت سي 6 هات الوزير، كوين سي 4، اي 6 هات الحصان، مشى بالحصان، حصان في حصان، رخ في حصان، وهنا بيشوب اف 6 هات الايه؟ هات الروك، تمشي بالروك بيشوب اي 5، سنترت الفيل بتاعي، وبعد كده بي 5 امشي بالوزير، وبعد كده كوين اف 6 اضغط على النايت اللي موجود في السي 3. فهنا ماشيه بالنايت بيشوب بي 7، والابيض الى حد ما يعني باسف شويه، والاسود اكتف جدا. هنا بعد كينج بي 1 روك سي 8، بيشوب جي 2 روك سي 4، روك اتش 1، وهنا روك الاف سي 8، وهنا روك كش. بعد روك كش كينج اف 7، روك في روك روك في روك، وهنا روك اتش 3 كينج اي 7، وهنا الملك يعتبر في امان، والاسود الى حد ما دوره كويس. فهنا انا عندي فكرتين عشان ما يختلطش عليا الامر على فكره الجي 4 دي. اتش 6 بعد اتش 6 لما يجي يلعب لي اتش 4 عندي فكرتين، يا اما نايت سي 6 واول لما يلعب الرخ العب دي 5، اول لما يحضر لجي 5 العب دي 5، او اول لما يحضر لجي 5 العب نايت اتش ايه؟ نايت اتش 7. هنا برضو بعد اتش 6 في افكار تانية غير اتش 4 زي ما احنا قلنا قبل كده، وفي نقله زي بيشوب اي 3. بيشوب اي 3 هو عايز ان هو يعني بسرعه عايز يبيت طويل، ويبدا ان هو يعمل اتاك على الكينج سايد. فهنا ده دور اتلعب ما بين واحد بالابيض 2615 واليكس شيروف 2720. كان الدور ده سنه 1998. وهنا أليكس شيروف اختار A6 مش نايت C6، هو اختار هنا A6 عايز بسرعة يبقى في كاونتر بلاي على الأبيض. هنا بيكون في اختيارات من جانب الأبيض في البوزيشن ده. طبعا في نايت ممكن أفكر في نايت C6، وفكرة نايت C6 إن أنا عايز ألعب حاجة زي G5 مع الوقت. فكرتها إن أنا أحط النايت هنا من غير ما النايت يتطرد، بس يعني أفكار صعبة قوي وكمان يعني بطيئة. حتى احنا شفنا دور على نايت سي 6 ما كانش فعال قوي.
بس لازم طبعا لعب دقيق، طبعا مش ناوي تخسرك بس محتاج يعني لعب دقيق شويه. طيب فهنا بعد A6 يعني يعتبر فيها كاونتر اتاك اسرع شويه اللي هي A6. طبعا ممكن تفكر في حاجه زي E5 برضه، يعني ممكن تهاجم السنتر ب E5. بس هنا بعد E5 هيلعب لك بيشوب B5 زي الدور اللي اتلعب ما بين ماجنس وسيرجي كرياكن، بس طبعا ما كانش ملعوب H6. فهنا بعد فيل D7 بيشوب تيك وكوين تيك ونايت F5. لاحظ ان البدء كان في الاتش 7 ولعبناه في الدور اللي فات اتش 5. فهنا لما نيجي نلعب جي 6 مفيش بيشوب جي 5. لاحظ ان مفيش فكره بيشوب على ايه، على جي 5. هنا هياكل حصان في بيدق، وبالتالي لما تبدا انك انت تاكل بالفيل هيبدا ياكل بالفيل، ولما تيجي تاكل بالرخ هيلعب لك جي 5. فهنا عشان ما يلعبش جي 5 هنا الاسود ممكن ياكل نايت تيك، ولما يرجع بالفيل هيلعب اف 6، وهنا الابيض بيلعب اف 3 والدور يعتبر ايكوال. يعني ممكن انك انت تلعب الشكل ده او تشوف عليه ماتشات لو انت حبيت البوزيشن بالمنظر ده، لو انك تلعب دلوقتي حالا اي 5. طيب هو هنا اختار A6. طبعا نايت سي 6 برضه يعتبر ملعوبة ومحتاجة دقة شوية في النقلات، بس A6 زي ما اتفقنا ان عليها كاونتر اتاك. هنا بعد A6 ممكن يلعب بيشوب G2، ممكن يلعب H3 زي ما شفنا قبل كده، ممكن يلعب هنا F4. وF4 هنا ممكن اللاعب يفكر في E5 يمشي نايت F5 H5، يلعب نايت D5 حصان في حصان، كوين في حصان، G6 بيشوب C4 هتمات، روك H7 حمية المات، نايت G3 بون تيك F5 G تيك F5 E تيك F5 نايت D7 تبييت طويل، نايت F6 هات الوزير، كوين G2 بيشوب D7 كوين تيك B7 كوين C8 كسر وزراء، كسر كسر تيك 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 تيك. وبعد كده روك A8 بيشوب B7 روك تيك A2. طبعا هنا كان ممكن برضو يفكر في حاجة زي بيشوب على C4 بالمنظر ده، وبعد بيشوب C6 هات الروك. الروك دي هتضطر ان هي تتراجع، فهيبقى في حاجة زي رخ بيدق بعد كده. طبعا ممكن العب بيشوب هنا او روك تيك على طول بالمنظر ده. طيب بغض النظر الكلام ده كله يعني مش موضوعنا قوي. نرجع تاني للبوزيشن. بس انا بوريك هنا ان F4 ممكن تلعب عليها حاجة زي E5. هنا نايت C6 بالمنظر ده يلعب بيشوب E2 E5 نايت F5 G6 نايت G3 بون تيك بيشوب تيك بيشوب E6 روك F1 روك C8 H3 كوين B6 كوين D2 بيشوب G7 بيشوب تيك D6 نايت تيك G4 بيشوب تيك G4 كوين تيك B2 هات النايت اللي على C3. وهنا بعد E5 نايت تيك لعب مكلكع جدا، بس يعني في لعب شارب جدا وفي يعني افكار ممكن انك انت تقدمها. فهنا ممكن على نقله الاف 4 دي تختار نايت سي 6 او اي 5. طيب نرجع لموضوعنا. فهنا ممكن يلعب اتش 3 فهنكمل ببي 5 بيشوب جي 2 بيشوب بي 7 اي 3 نايت دي 7 نايت اي 2 هنا جي 5 برضه فكره انا بقول لك عليها اف 4 تيك تيك وهنا نايت اي 5 نايت دي 3 نايت دي 7 تبيت قصير هنا بيشوب اي 7 اي 4 بيدق في بيدق روك في بيدق وهنا بيشوب جي 5 لان الفيل الاسود افضل كتير من الفيل الاسود بتاعي، فانا عايز اكتب القطع بتاعتي بيشوب اف 2 بيشوب اتش 4 تيك تيك وبعد كده نايت اف 4 اتش 5 على الهواء. لو اكلت كينج اي 7 وبعد كده روك على جي 8 وكده يبقى انا شغلت الرخين وفي يعني الى حد ما كاونتر اتاك والدور يعتبر ايكوال في البوزيشن. اوكي
فهنا بالنسبة لي تعليقي بس بكل بساطة على بيشوب اي 3 انك انت ممكن تلعب هنا اي 6. ما ينفعش يلعب كوين دي 2 دلوقتي لان في حاجة زي نايت تيك جي 4. اوكي، فهنا ممكن يفكر في اتش 3، ولما يلعب اتش 3 ممكن العب بي 5. لو لعب كوين دي 2 ممكن العب حاجة زي بيشوب بي 7، حاجة زي بي 4، وهات بيدا الاي 4. فهنا مش هينفع برضه يلعب كوين دي 2، فممكن يلعب بيشوب جي 2 الاول. فهنا انا محتاج ان انا العب بيشوب على بي 7. ممكن يفكر دلوقتي في كوين على دي 2. هفكر في حاجه زي نايت بي دي 7. ممكن افكر في اي 5، بس اي 5 وحشه جدا عشان نايت اف 5 هتبقى جامده. ممكن افكر في دي 5، بس دي 5 يعني تعتبر صعبه جدا انت تلعب في دور زي ده، خلاص الملك هيبيت. فهنا ممكن العب نايت بي دي 7، هيبيت طويل بالمنظر ده. ممكن برضه افكر في جي 5، يعني والله يعني جي 5 برضه يعني مش ممنوع، بس طبعا نايت دي 7 نقله امنه، بيشوب اي 7 نقله امنه. النقلتين دول يعتبروا امنين ممكن تستخدمهم. بعد التبييض ممكن افكر في نايت بي دي 7 وروك سي 8 والمنظر التقليدي ده اللي بيتلعب. اوكي، فانا الى حد ما علقت على بيشوب اي 3 وعلقت لك على اتش 4. اتش 4 هنا عندك فكرتين، بيشوب اي 7 او نايت سي 6، وبعد ما يلعب روك جي 1 العب دي 5. نشوف ماتشات مع بعض على الكلام ده. بعد كده على الفيسبوك احنا كده يعتبر غطينا جزئية الكريس اتاك على الصفحة بتاعتي على اليوتيوب. يا ريت لو مش مشترك على القناة تعمل اشتراك عشان يبدأ ان هو يوصل لك الفيديوهات اللي جاية. ويا ريت تخش على الجروب بتاع الفيسبوك عشان انا هبدأ ان انا انزل عليه ماتشات على جزئية الكريس اتاك عشان نغطيها بشكل اكبر. دلوقتي بعد اي 6 جي 4 اتكلمنا عن الاتش 6 وافكار الاتش 6. هنا برضو في الاي 5 اللي احنا قلنا عليها او شفناها، وهنبدأ ان احنا نغطيها من خلال ادوار بشكل اكبر على الفيسبوك. كده يبقى احنا يعتبر غطينا الجزئية بتاعت الكريس اتاك بشكل كبير جدا. ونبدأ في جزئية جديدة اللي هي الانجليش اتاك وما يتبع الانجليش اتاك، لانه ليه علاقة بالكريس اتاك. وهنبدأ نفهم الافكار برضو الهجومية على جناح الملك بشكل اكبر. اشوفكم في فيديو الانجليش اتاك الجزء الجديد.